رجاء بلمير وسط عاصفة من الانتقادات بسبب عناق وأحضان وقبلات مع شخص أجنبي، ودنيا بطمة تعرضت للانتقاد بسبب اختيارها في اللباس. أولاً وقبل المشاهدة، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو. في عالم الفن ووسائل التواصل الاجتماعي تتصارع الأحداث والشخصيات لتحظى بانتباه الجمهور، وفي هذا السياق أثارت الفنانة المغربية رجاء بلمير والفنانة دنيا بطمة ضجة حول تصرفاتهما وأسلوب حياتهما الشخصية. رجاء بلمير الشابة المغربية الطموحة أثارت الانتقادات بعد نشر فيديو يظهر استقبالها لصديق أجنبي بالأحضان وقبلات، رغم محاولتها تركيزها في الحياة الخاصة على تقاليد المجتمع المغربي، إلى أن هذا اللقاء أثار استفزاز الكثيرين. هل كانت محاولة لكسر القوانين الاجتماعية أم مجرد لحظات عفوية لا يجب المبالغة في تفسيرها؟ ومن جهة أخرى، لا زالت رجاء بلمير تلتزم الصمت إزاء شائعة الارتباط التي تلاحقها في كل ظهور لها رفقة شاب من الشباب الذين تظهر برفقتهم. من جهة أخرى، دنيا بطمة تعرضت للانتقاد بسبب اختيارها في اللباس، رغم تفاعل إيجابي من بعض المتابعين، إلى أن هجوم آخرين كان حاداً يشككون في ذوقها واختياراتها بسبب لباسها. في هذا السياق الملتهب يثير السؤال: هل يجب على الفنانين التقيد بتوقعات المجتمع أم يحق لهم التعبير عن ذواتهم بحرية؟ ربما يكون هذا التصادم بين القيم الثقافية والتحولات الاجتماعية أمراً حيوياً لفهم كيف يتغير دور الفنان في المجتمع المعاصر. في النهاية، يظل الجمهور هو الحكم النهائي، ورغم الانتقادات يمكن أن يكون تلك اللحظات الجريئة هي التي ترسم مسار الفنان وتجعله محور اهتمام الجماهير.